مساء الفل عليكم وكل سنة وحضراتكم طيبين. باقي اسبوعين على شهر رمضان، وان شاء الله نقضي فيه احلى الاوقات ونصوم ونصلي والتراويح وكل الحاجات الجميلة دي. واعتقد مفيش كلام احلى من كده يتقال. بإذن الله رمضان ده من اكتر المواسم الرمضانية بالنسبة للدراما اللي انا متفائل بيها. في قائمة ل10 مسلسلات انا مترقبهم جدا وناوي ان انا اتفرج عليهم بإذن الله، لان انا حاسس فعلا ان هم هيكونوا مختلفين وبره السرب شوية، وممكن فعلا يقدموا حاجة مختلفة. من اول مسلسل لام شمسية اللي هيكون من بطولة امينة خليل وبيشاركها احمد السعداني ومحمد شاهين ويسرا اللوثي، ومن اخراج كريم الشناوي اللي قدم قبل كده مع امينة خليل الهرشة ال7 وخلي بالك من زيزي. عاجبني قوي موضوعه واعتقد ان هو هيثير الجدل، لانه بيتكلم عن فكرة التحرش بالاطفال بين الاقارب. فانا عايز اعرف هتتعامل مع الموضوع ده ازاي، خصوصا ان هو موضوع حساس شوية. هل هتتعامل معاه بجراءة شديدة؟ هل هيكون في تحفظ في بعض الحاجات؟ اهم حاجة بالنسبة لي يكون في نضج في طريقة التعامل مع الموضوع ده. وبعد ما رمضان اللي فات شفنا الموسم الاول من اشغال شقة، الموسم التاني هيتعرض السنة دي بعنوان اشغال شقة جدا. الموسم الاولاني كان جيد جدا ومن اكتر المسلسلات اللي انا ضحكت فيها في اخر فترة. فانا متحمس قوي ان انا اشوف الموسم التاني، خصوصا ان التريلر مبشرة جدا. ونكمل في الكوميدي مع مسلسل النص لاحمد امين، ومن نفس مؤلفين مسلسل الصفارة، وبيشارك احمد امين في البطولة اسماء ابو اليزيد وعبد الرحمن محمد وحمزة العيلي، وكاست عاجبني جدا الصراحة. والمسلسل بيتكلم في فترة تقريبا يعني ثورة 19 او يعتبر نفس الحقبة اللي اتعمل فيها فيلم كيرة والجن. المسلسل انا متحمس له جدا لان انا بحب احمد امين جدا، وعجباني قوي ان هم هيختاروا الحقبه دي. وكمان المسلسل مقتبس عن روايه، بل وكمان احداث حقيقيه. فاعتقد ان المسلسل فيه كل العوامل اللي تخليه متميز. اما المسلسل اللي بعديه اللي ممكن ناس كتير تستغرب ان انا عايز اتفرج عليه، وهو 80 باكو من بطولة هدى المفتي. انا بحب جدا التجارب دي. التريلر كانت حلوة جدا وفيها مواقف كتير، واعتقد ده من المسلسلات اللي هتدخلنا في عالم الكوافير والناس اللي شغالة في الكوافيرات الشعبية. فانا الصراحة متشوق جدا ان انا اشوف حاجة زي دي، خصوصا ان هو باين ان هو هيكون مسلسل خفيف وكوميدي وممكن يفاجئنا جدا ويكون هو الحصان الاسود في رمضان. وبعد كده استكمالا للمسلسلات النسائيه معانا مسلسل اخواتي للمخرج محمد شاكر خضير اللي قدم لنا قبل كده جراند اوتيل في كل اسبوع يوم جمعه تحت الوصايا. التريلر عجبتني جدا، واضح انها هتبقى من دراما الاخوات اللي هما مع بعض في حدث معين، وده اللي هنتابعه خلال المسلسل. ومعانا بعد كده مسلسل ولاد الشمس اللي هيكون من بطولة الثنائي أحمد مالك وطه دسوقي، واللي أنا بحبهم جدا. فمتشوق إن أنا أتفرج على المسلسل وأشوف ثنائيتهم مع بعض. وبعد كده المسلسل اللي أنا منتظره لغاية بوينت معينة اتقفلت منه شوية، وهو ظلم المصطبة من بطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحي عبد الوهاب. ثلاثي جبار. وكنت متحمس اكتر لانه من اخراج هاني خليفة وتأليف محمد رجاء، الثنائي اللي طلع لنا الفيلم الجامد جدا اللي انا بحبه جدا رحلة 404. ولكن الثنائي ده انسحب من تصوير المسلسل وجه بدلهم ناس تانية. ده نوعا ما قلقني شوية على جودة المسلسل، هل هيطلع حلو هيطلع وحش؟ هنشوف، وهتفرج بكل تأكيد على أول حلقتين 3 بالكتير. ولكن لو ما عجبنيش هضطر طبعا ان انا اقول لكم. اما بعد كده المسلسل اللي انا متحمس له برضه هو قلبي ومفتاحه من بطولة آسر ياسين ومي عز الدين واخراج تامر محسن. اخر تجاربه لسه شايفها من اسبوع، اللي هو فقرة الساحر، وللأسف كانت محبطة شوية. هعتبر ان ده ما حصلش، وانا الصراحة بحب مسلسلات تامر محسن خصوصا لما بتكون من تأليفه. والتريلر شفتها فيها مشهد ظريف جدا. فهنشوف طبعا من خلال المسلسل ده. وكده متبقي معانا مسلسلين دول فعلا بقى اللي انا حاطط عليهم امال عالية جدا، واتمنى ان هما ما يخذلونيش. اولا مسلسل منتهى الصلاحية اللي من بطولة محمد فراج ومن اخراج تامر ناجي وتأليف محمد هشام عبية. المسلسل يا جماعة بيتكلم في واحد من أجرأ الموضوعات اللي شفتها مؤخرا، وهي فكرة المراهنات. مراهنات بقى في لعبة، مراهنات في الكورة، في الماتشات، في كده. ده هنشوفه خلال المسلسل. عايز برضو أعرف هيتعامل ازاي مع الموضوع ده، وأتمنى يتعامل معاه بنضج شديد.
فانا فعلا ده من اكتر المسلسلات اللي انا متحمس لها جدا. واخر مسلسل معانا النهارده في الليسته هو نص الشعب اسمه محمد. اكتر اسم عاجبني، ومن قبل ما اعرف مين الابطال انا كان شدتني جدا الاسم. وده كان طبعا اتحمست اكتر لما عرفت ان هو من بطولة عصام عمر، اللي لسه شايفينه في تجربة عظيمة من خلال فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو. وطبعا اعمال تانية كتير هو عملها بشكل جامد وطريقة سوبر سوبريم. فانا طبعا اكيد هبقى متحمس قوي ان انا اشوف مسلسله الجديد. وبيتكلم كمان عن فكرة العريس اللي لما بيروح يتقدم بيطلب منه مهر غالي جدا، وممكن برضه هو في نفس الوقت يتم استبداله بأي لحظة بعريس تاني. فأنا الصراحة متحمس جدا أشوف الموضوع ده هيتم مناقشته ازاي، وأعتقد هيكون في إطار بلاك كوميدي أكتر من هو يكون لايت كوميدي. هي دي إن شاء الله المسلسلات اللي أنا ناوي أتفرج عليها وأراجعها معاكم خلال الشهر. وبس كده، ومع السلامة.